السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعضنا الجلاش الجميل الطري المجرمش في نفس الوقت. الطريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معانا أي وقت. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة. معايا هنا قرن فلفل حامي أقطعه كده قطع صغيرة. هنقول بسم الله. طول ما انت شغالة صلي على الرسول اذكري ربنا كتير. احنا بس مش هنخليها في فلفل كتير ولا بصل ولا اي حاجة. احنا كل ما الحاجة تكون بسيطة كل ما يكون احسن يعني. تمام، يعني هي يدوب فلفلاية كده وبصلاية هنقطعهم قطع صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنجيب معاهم برضو فصين توم. اول حاجة هعملهم كده عشان خاطر يسهلوا معايا بدل ان هما يبقوا مهروسين خالص، فاللي هو اعملهم كده بالسكينة واقطعهم لقطع صغيرة. هنضيف كل الحاجات دي مع بعضيها. وهنا هجيب بولة هضيف فيها التوابل اللي انا هحطها. معايا هنا كزبرة مطحونة وفلفل اسود ومعلقة من الملح، نص معلقة بس، نص معلقة ممسوحة يعني. تمام، والسبع بهارات وحاجة بسيطة من القرفة. هضيف هنا تركاية بتخلي طعم الجلاش في حتة تانية خالص. هي معلقة من العسل النحل. ممكن كلكم تستغربوا ان هو ازاي وكده، بس فعلا هي بتدي طعم كده حلو خالص خالص للجلاش. هنا الزيت بعد ما سخن ضفت عليه البصل والفلفل. خليهم بقى ياخدوا يدي بشكل ودي. هنا الصينية كنت دهناها زيت. ونقول بسم الله. هنقسم هنا الجلاش، هنقسمه بالنص، جزء من تحت وجزء من فوق. هو الجلاش بسم الله الرحمن الرحيم يعني كش، اللي هو مش زي اللي كنا بنجيبوه في الأول، كانت الورقة بتاعته كبيرة عن كده تاخد الصينية كلها. دلوقتي لأ، الورقة بتاعته بتاخد نص صينية. فاللي هو أنا جبت ورقة على اليمين وعلى الشمال ورقة في النص، بحيث إن أنا أقدر أساوي ما بينهم يعني. هنا كان البصل دبل كده، فضفت عليه اللحمة المفرومة وسبته يتشوح كده مع بعض وياخد لون. أنا مهدية النار عليه خالص، هسيبها كده لحد ما تاخد لون معانا. هنا كان العصاج استوى كده خلاص معانا، بفرد الأطراف عشان خاطر الحشوة ما تطلعش من بره، اللي هو تبقى في الجلاش نفسه كده. نقول بسم الله. وهنضيف كل اللحمة المفرومة اللي هي معانا. هما الكشف يعني متستغربوش منيهم. احنا ليه محبناش نضيف بصل كتير ولا فلفل كتير؟ عشان خاطر الجلاش نفسه يبقى فيه طعم اللحمة. انا بصفيه من الزيت وبحاول ان انا افرده كده. هي اللي هي اللحمة المفرومة الجاهزة دي لازم 100% يبقى فيها فول صويا. تمام، بس انا عشان كنت مستعجلة فاللي هو جبتها. لكن انا لو مش مستعجل ولا كده لا، انا بجيب لحمة مفرومة جاهزة بفرمها انا قصاد عيني. لكن اللي احنا بنجيبها جاهزة من بره دي كلها يعني 3/4 بيبقى اصلا فول صويا. هضيف كده كل الكمية اللي معايا، بس انا بحاول اصفيهم من الزيت لان انا مش عاوزة زيت خالص يكون في الجلاش، غير يعني الصينية اللي احنا دهناها. هي في ناس بتحب ان هي بين كل ورقة وورقة تدهن زيت، لكن لا، بصراحة بحسه مش مستحب يعني. هنفرد كده الكمية. هنقول بسم الله. حتى بحس ان هي لا، مش يعني مش لحمة، ان هي فول صويا يعني. بصراحة بحسها ان هي مش مرضية بالنسبة لي. فردنا كل الكمية كده. في اللحظة دي حبيت اضيف جبنة موتزاريلا، يا ريت، ده بيبقى بيديها طعم عالي خالص وحلو. بعد ما فردناها هنقفل كده الأطراف اللي على الجنب، وهنسمي بسم الله. وهنضيف بقية الجلاش من فوق. نفس الطبقات اللي احنا عملناها الأولى هنعملها
تانية برضه. بس أنا كده بتأكد كده أقفل كل حاجة كده على الجنب، عشان خاطر لما ندخلها الفرن لو احنا متناش الجلاش هيبقى مش حلو خالص وهينشف معانا، وكمان بتاعي هيبقى يتكسر معاكي وكده. فلا لا لا، هنستبعد كل الكلام ده. نضيف هنا كمية الجلاش اللي فضلت معانا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتصلوا على الرسول في الكومنتات، دي أهم حاجة. ولو انتوا وصلتوا لحد الحتة دي قولولي ان انتوا بتتابعوني من فين، يعني انا ليا الشرف ان انا اعرف ان انتوا بتتابعوني من فين، وانا بتشرف بيكم وبالمشاهدة كمان بتاعتكم. ربنا يحسن بين يدي ويدكم بإذن الله. لو في اي افكار في دماغكم ابعتولي وانا هنفذها. لو عاوزاني اعمل اي حاجة برضو اكتبوها لي في الكومنتات وانا هعملها. وبرضو لو في اي ملحوظة انا مش واخدة بالي منها برضو ياريت تكتبولي، وان شاء الله خير. بعد ما فردنا كل الكمية هنجيب سكينة وهنبدأ بقى نقطعها. نقول بسم الله. هو هتحس ان التقطيعة شديدة شوية معاكي عشان خاطر الجلاش وكده، بس احنا نحاول بقى ان احنا نمسك كده وبالراحة ونقطعها، ولازم نعمل كده عشان يبقى فيها فراغات معانا. او تجيبي سكينة تكون حامية خالص وتبدأ ان انت تقطعي بيها. هقطعها كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه مربعات اهو بالشكل ده. هجيب هنا معايا كوباية فيها بيضة كاملة وفلفل. هو الفلفل بس مكانش مطحون كويس عشان كده هيبان في الجلاش. تمام. ربع معلقة من الفلفل وربع معلقة من الملح، لازم ده ضروري. وهروح مقلباهم كده كويس كلمتين حلوين وهضيفهم على الجلاش. لازم نتأكد ان البيضة اتقلبت كويس مع هو يعني انا بطلعها كده تلاقيها لا اللي هي برضو ما اتضربتش. ممكن ان احنا نضربها في الطبق، في الطبق الاول وبعد كده نضيفها في الكوباية يعني. بس اللي هو انا هفضل وراه لحد برضو مخليها خالص اهو فكت خالص. هتلقوا اللبن لونه اصفر شوية. ونقول بسم الله وهنضيفها. في ناس بتحب تضيف شوربة، لكن الحركة دي بتخلي الجلاش ليه طعم تاني خالص. وكمان لو ضفتي ربع معلقة من بيكنج باودر. حطيناه على درجة حرارة متوسطة. أول ما أخد لون في الجناب فتحت عليه الشواية أخد لون طلع معنا بالشكل الجميل ده. يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وصلوا على النبي.